مساء الورد والفل والياسمين. النهارده يا جماعة هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا بنستخدمها كتير قوي، وهي قاعدة if. قاعدة if الشرطية هي من أهم القواعد اللي أنا بستخدمها لو أنا عايزة أقارن حاجة بحاجة، وبناء على هذه المقارنة أطلع نتائج. فبنلاقي إن في قاعدة if لما بنيجي نشوفها بنلاقي إن قاعدة if بتتكون المعادلة بتاعتها من 3 أجزاء. الجزء الأولاني اللوجيكال تيست، ولازم نفرق ما بين العمليات اللوجيكال أو العمليات المنطقية والارثماتيك اوبريتور أو العمليات الحسابية. العمليات الحسابية هي عمليات الجمع والطرح والضرب والقسم، واللوجيكال تيست أو العمليات المنطقية وهي أكبر من وأصغر من ويساوي. فهنلاقي في اللوجيكال تيست هنا هيكون ده الجزء الاولاني بتاعي او الشرط المنطقي اللي بناء عليه هبتدي احدد لو الشرط ده اتحقق ابتدي اكتب له فاليو ترو، هكتب له ايه لو الشرط اتحقق او انا عايز ايه النتيجه اللي تظهر بعد كده، ولو الشرط ده ما اتحققش ببتدي اكتب له نتيجه ثانيه. تعالوا نطبق الكلام بتاعنا ده كده او القاعده بتاعتنا على الكلام اللي موجود عندنا. لو احنا اعتبرنا ان البرايس ده مثلا هو الحاجة اللي أنا هبتدي أحدد عليها وأقول خلينا نبدأ في أول حالات إف اللي هي البسيطة جدا، واللي أنا هقول إن لو المبيعات مثلا أكتر من 15,000 فده هيكون جيد، ولو أقل من كده هيكون ضعيف. فنبتدي نقول أول حاجة في اللوجيكال تيست لو إن البرايس بتاعي أو السعر أو المبيعات دي أكبر من 15,000، وهنا أنا بقول أكبر يعني من أول 15,000 فيما فوق. طب لو أنا عايزة أقول من أول 15,000 معايا، يعني 15,000 هتبقى هي نقطة الفاصل معايا أو الحد، فابتدي أقول أكبر من أو يساوي. ساعتها أول ما هيبتدي يشوف الخلية بتاعتي إن هي فيها 15,000 هيبتدي يطبق النتائج اللي إحنا قلناها. لكن لو قلت أكبر من 15,000 من غير ما أحط علامة اللي يساوي، هو هيشوف ما بعد ال 15,000 ويحط النتيجة في حالة تحقق الشرط. طيب الفاليو اوف ترو في حالة تحقق الشرط أنا بقول له إن الشرط بتاعي لو أكبر من 15,000 فاكتب لي إن هو جيد مثلا جود، والفاليو اوف ترو فولس يعني الشرط لو ما اتحققش لو لقيت الخلية أقل من 15,000 فاكتب لي مثلا وليكن باد. تمام، تعالوا نبتدي ندوس اوكي ونشوف النتيجة بتاعتنا. احنا حطيناها هنا، فابتدي اعمل اوتو فيل معايا بالشكل ده، فهنلاقي هنا 10,000 هيقول لي باد لانه اقل من 15,000، 25,000 هيقول لي جود ليه؟ لان هي اكتر من 15,000. هنا بقى 15,000 هيقول لي جود لان انا قلت له اكبر من او يساوي. تعالوا لو شلنا اللي يساوي كده وطبقنا المعادله مره ثانيه، هنلاقي هنا 15,000 هيقول لي باد، وده لان انا قايله له هنا اكبر من 15,000. يعني يبقى كل حاطين 15,000 او يساوي فحطها لي جود، لو انا شلت اللي يساوي حطها لي باد. ونفس الكلام معايا متطبق في باقي القاعده. طيب ده لو انا كده بقارن مثلا الخليه برقم انا مفترضاه زي ال 15,000. طيب لو انا عايزه احط مثلا اقارن ما بين خليتين تانيين، يعني لو احنا كده مثلا قلنا ان دولت مجموعه من المندوبين هياخدوا مجموعه من الادوات او البرودكت، وهيكون مثلا ليهم فواتير، فانا هدي الفواتير هدي ليها ارقام مثلا. فمثلا لو انا جيت قلت ان الفاتوره بتاعتي هتبقى مثلا بدايتها 5,000، والفاتوره اللي بعدها يعني بدايه فروم تو، فاحنا لو قلنا ان الفواتير مثلا بدايتها من 5,000 وهتكون 100، فانا هقول له ان الرقم ده زائد 100 هيبتدي هيديني 5,100. طيب لو انا عايزه اقول له ان الشخص ده لو هو قرر هنا هتبقى نفس مجموعه الفواتير لان هو هياخد فواتير واحده، لكن لو الشخص ما قررش يعني هنا مثلا هنلاقي ان احمد بتكرر مرتين ورا بعض، لكن بعد كده هلاقي رامي. فانا عايزه اقول له ان انت لو ما لقيتش الشخص هو ابتدي زود لي على الفواتير دي رقم واحد تاني زياده. فابتدي نطبق هنا، هقول له يساوي اف اف اللي هو الرقم ده بيساوي الرقم ده
هحط جوه، يعني هنا بقول له في حاله ان الرقم ده بيساوي الرقم ده، فهبتدي اقول له نزل لي ارقام الفواتير مباشره، يعني حط لي رقم الفاتوره دي لان الشخصين واحد او الشخص واحد معايا. طيب ده لو الشرط اتحقق. طب لو الشرط ما اتحققش، يعني لو طلعت A2 A3 ما بتساويش A2، هبتدي اقول له ايه؟ هبتدي اقول له هنا حط الشخص الرقم ده زائد واحد، وابتدي اقفل القوس. هنا معنى المعادله بتاعتي ايه؟ هنا بقول له ان انت شوف لي الشخص ده هل هو الشخص ده، هيقول لي اه او لا، لان احنا عندنا اي شرط يا هيتحقق يا ما يتحقق. طيب لو الشرط فعلا الاثنين كانوا متساويين، يبقى حط لي بدايه رقم الفواتير بتاعته ثابته، لان الشخص هياخد فواتير ثابته. طب لو اتغير، يبقى حط لي اللي هو 2 او الرقم الثاني وزود لي عليها واحد علشان يبدا فواتير ثانيه جديده. ابتدي تدوس معايا بالشكل ده. يجي بقى هنا نطبق كده معايا المعادلة. هنا بصوا يا جماعة، هنلاقوا إن ده بقى شبه ده، لأن أحمد هو أحمد هنا، فرقم فواتيرهم الاتنين ثابتة. لكن في الخلية التالتة هنلاقي إن رامي الشخص هنا بقى مختلف، فراح أخد الرقم ده وزود عليه واحد. هننزل تحت هنلاقي إن مصطفى غير رامي، فبالتالي أخد الشخص ده أو أخد الرقم ده وزود عليه واحد. هنا مصطفى هو أو هنا في تساوي في الخلايا دي، فهنلاقي إن الصف ده هو بيساوي الصف ده. أتمنى نكون شرح لك قاعدة إف بطريقة سهلة وبسيطة تقدروا تطبقوها في استخداماتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.